اليوم راح اتكلم عن دراغون بول ديما، جزء جديد من سلسلة دراغون بول، وهذا الجزء فيلر ما له علاقة بالقصة الأصلي. بدور أحداثه عن شيطان يصغر أول شيء إنه جنب التسريبات إنه يصغر جوجو والكايوشي، بس بعدين مصغر كل الشخصيات. بما إنه جوجو هون طفل فأنا واثق بالكوميديا والمغامرة يلي فيه، وخصوصا والقتالات ممكن تطلع أسطوري كمان. لكن أكتر شيء متحمسته هو الكوميديا والمغامرة يلي كانوا بالجزء الأول من دراغون بول. وراح شوف اذا في تلميحات في هذا التريلر عن اكمال ارك مورو وجرانولا. يبدأ التريلر بكرات دراغون بول وفي عد من 5 إلى 1، وفجأة بتطلع المانجا يلي صدرت لأول مرة عام 1984، وكأنه يعني حركة اعتزاز أو أنه بيفتخروا في هذا العمل. وبعد أنمي دراغون بول أيضا اللي كان فيه جوجو ولد يعني صدر لأول مرة سنة 1086. بعدين دراغون بول زد ارك ستيت هول، وبعده ارك جي تي هذا كمان جزء فيلري. وبعده ننتقل الى دراغون بول سوبر ارك قتال بيروس ضد جوجو. بعده 2015 قتال جوجو ضد فريزا. وبعدين ننتقل الى ارك بلاك، بعدين الى حرب الاكوان العظمى، بعدين الى فيلم برولي، افضل فيلم برولي يا جماعه، فيلم جبار. بعدين الى 2023 السنه اللي ظهر فيها الفيلم حق بيكولو جوهار. اوكي خلونا نحاول نفهم يعني ايش معنى من كل هذا. عرضوا كل الانميات لحد الان، هل هذا يعني وداع ام انه حركه انهم فخورين بهذا العمل واللي وصل له؟ ما أعرف، هل هذا يعني إنه خاتمة وداع؟ دعونا نكمل مشاهدة وسنحدد بعد نهاية المقطع إذا كانت وداعا أم مجرد حركة اعتزاز. مثل ما شفنا في شخصين، واحد منهم بيشبه الكايوشين، وفي امامهم شاشة تعرض حياة جوجو او حياة الارضيين، والقصة يعني تعرض القصة قدامنا. بس في شخص من هذول الشخصين الثاني الكبير الطويل، هذا بيشبه الكايوشين الى حد كبير، فهل يعقل يكون هو؟ على الأغلب أن هذا الشخص هو نفسه الذي كان جالسا أمام الشاشة مع ذلك الطويل قبل قليل. بعد ظهور شيرون شفنا فيجيتا وجوجو يرجعوا أطفال، فهل هذا يعني إنه في حدا أتمنى يصيروا هيك، أو إنه هاي قدرة هذا الساحر أو الشخص اللي حوله؟ أوكي خلونا نستبعد إنه يكون الكايوشين على علاقة بالأمر، لأنه هو أيضا تحول إلى طفل. انظروا إلى هذه السفينة، إنها أشبه بآلة زمن قد رأيناها في عدة فريمات، والآن إن هذه الهالة أشبه يعني بانتقال زمني، فالواضح أنه له علاقة بالزمان هذا الأنمي. جوجو قد عاد ليقاتل بالعصا، كم اشتقت لعصا جوجو، شيء أسطوري أن يعيد العصا أيضا. إذا رأيتم يبدو أن شخصا قد أتى إلى الأرض بمركبة الآن، يبدو شيئا غريبا، فمن قد يكون؟
اوكي، قد ظهرت اماكن عدة لا اعتقد انها موجودة على كوكب الارض اصلا، فيبدو ان هناك كواكب اخرى قد دخلت الى القصة. هنا جوجو وفيجيتا يتقاتلان، لكن هناك شيء غريب آخر. في قتالهما لا يستعملان تقنيات الضرب عن بعد، أي مثل الكي، يعني بالضرب بالكي عن بعد مثل كامي هاميها وغيرها. فجوجو وفيجيتا فقط يتقاتلان قتال جسدي فقط. هناك شيء غريب في الأمر، فهل يعقل أن تكون عداوة جديدة؟ راح احكي عن رأيي في هذا الاعلان، لكن اول شيء خلونا نمدح هذا الاعلان قليلا. يا اخي رسم جبار جبار الى ابعد الحدود. البارحة كنت اتحدث عن تريلر هجوم العمالقة، لكن الان هذا يقلب الموازين، لا يقل شأننا عنه بل افضل منه حتى. اظن اننا سنشهد متعة بصرية في قتالات دراغون بول لأول مرة في التاريخ، متعة لا توصف. هل بعد هذا الموسم سيكتملون اقتباس مانجا دراغون بول؟ من الواضح أنه أجل سيقتبسون. فبين دراغون بول زد وبين دراغون بول سوبر كان هناك دراغون بول جي تي، جزء فيلري، وعلى الأغلب أنهم يريدون تكرار هذه الحركة ويضعون جزء فيلري بين دراغون بول سوبر والموسم الثاني منه. عن ايش تتوقع تكون قصة الانمي وليش هيك؟ فعلى الاغلب راح تكون لها علاقة بالزمكان، لانه اذا انتبهتوا في كثير فريمات طلعت فيها آلي غريب، وعلى الاغلب انها آلة زمن حسب الهالي يعني. فعلى الاغلب انه له علاقة بالزمكان، وايضا الشخصيات فهي بس تصغير حجم مش عمر يعني، عشان واضح انه القوة ضلت على حالها، ما في تصغير عمر بس حجم. واستبعد انه فكرة يكون الكايوشين هو الشرير، لانه ايضا تم تصغير حجمه، او انه هذه حركة منه فقط. واتوقع انه الشرير طلب هاي القدرة من شيرون، يعني انه تصغير الحجم، لانه شفنا انه باكثر من فريم يتم استعمال آلة زمن. لو هو بيتحكم بالزمن ما حتلزمه آلة زمن، ايش بده في آلة زمن هو؟ اوكي، وصلنا في مرحلة دراغون بول لمرحلة كوكب كواكب، مجرة مجرات، كون اكوان. فضل ناقص واحد من اثنين، يا اما بعد موازي يا اما بعد زمني. فايش تتوقعون؟ صراحة ارجح كفة انه يكون لهذا الانمي علاقة بالابعاد الزمنية، لانه مستحيل جوجو وفيجيتا يتقاتلون وغير القتال الجسدي في ضربات كي. فعلى الاغلب راح يكون في جوجو وفيجيتا من بعد ثاني. واكتبوا لي رايكم وتوقعاتكم للانمي في التعليقات.